41 من قانون العقوبات. طيب نيجي بقى نوضّح ونبسّط المواضيع دي، ونفهم يعني إيه خيانة أمانة، ويعني إيه عقوبة تبديد الأمانة، واللي بناءً عليه بتتحبس. ببساطة كده إنّك أنت بتمضي إنّك أنت استلمت فلوس علشان توصّلها لشخص معيّن، ولو ما وصّلتش الفلوس دي تعتبر خائن للأمانة، وده الوصف اللي بيوصّفه إيصال الأمانة. ولكن في حقيقة الأمر كتير من الناس بتمضي إيصال الأمانة مش علشان يوصّل فلوس، بيمضوا كضمان، بالبلدي كده يقول لك امضي علشان نضمن حقنا. وإيصال الأمانة الحقيقي زي ما قالت محكمة النقض أنه لا تصح الإدانة إلا بموجب عقد من عقود الأمانة. بمعنى إيه؟ بمعنى إن إيصال الأمانة المخصص لتسليم فلوس لشخص تالت اللي هو المستفيد، وفي حالة تبديد أو اختلاس هذه الفلوس تبقى أنت فعلًا كده خائن للأمانة. يبقى إيصال الأمانة بيبقى منقسم إلى 3 أجزاء، الجزء الأول وهو تستلم فعلًا الفلوس، والجزء التاني إنه يتم تأييد هذه المبالغ في عقد من عقود الأمانة، والجزء التالت إنه تسلم الفلوس الطرف التالت اللي هو المستفيد. طيب اللي بيحصل في الواقع المصري، اللي بيحصل إن أنت رايح تشتري حاجة ما معكش كامل المبلغ، أو رايح تقسّط حاجة، وبيحصل كتير في حالة المشاكل إنه علشان يحل مشكلة معيّنة يمضّيها على إيصال أمانة تجنُّبًا للمشاكل المستقبلية، فإيصال